السلام عليكم وحلقة جديدة مع أساطير ياسين. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس والاشتراك بالقناة. يلا بينا. حلقة اليوم عن إحصائيات النادي الأهلي في مونديال الأندية. شارك النادي الأهلي في 8 نسخ من مونديال الأندية، وشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية في 22 مباراة، حيث استطاع النادي الأهلي الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وانهزم في 13 مباراة. أفضل مركز للنادي الأهلي في مونديال الأندية هو الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات، عام 2006 مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وعام 2021 وعام 2022 مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسوماني. حرز النادي الاهلي في مونديال الانديه عبر تاريخه 24 هدف، واستقبلت شباكه 34 هدف. وعن اكبر فوز النادي الاهلي في مونديال الانديه كانت نسخه 2021 ضد نادي الهلال السعودي، المباراه التي انتهت 4-0 لصالح النادي الاهلي. وعن أكبر هزيمة للنادي الأهلي في مونديال الأندية كانت عام 2013 ضد نادي مونتيري المكسيكي، المباراة التي انتهت بهزيمة النادي الأهلي 5-1. وعن هدافين النادي الأهلي في مونديال الأندية عبر تاريخه يأتي برصيد 4 أهداف الأسطورة محمد أبو تريكة، وبرصيد 3 أهداف يأتي كل من أحمد عبد القادر والأنجولي أمادو فلافيو، وبرصيد هدفين يأتي كل من عماد متعب وحسين الشحات وياسر إبراهيم، ويأتي السيد حمدي ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد شريف وبيرسي تاو برصيد هدف لكل لاعب. انتهت حلقة اليوم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وفعل الجرس واشترك بالقناة. السلام عليكم.